ومرة تانية رجعنا لكم أعزائي مستمعي نبض البلد وصفحة الخدمية اليوم. أهلا بيكم مرة تانية، ويا رب تكونوا مبسوطين معانا ونكون بنقدم حاجة مفيدة. معاكم تامر شاكر وزميلي محمد مصطفى. والملف التاني إن شاء الله النهاردة اللي هنتكلم فيه، أو الموضوع التاني اللي هنتكلم فيه، الحلم اللي كلنا التفينا حواليه، والأمل اللي كلنا اتعلقنا بيه. الحلم اللي ياما انتظرناه، والامل اللي ياما طالبنا بيه من زمان ومن سنين. كنا كلنا وكل ما تحصل مشكلة ومع اي مبادرة كانت بتقابلنا دروب ان ما عندناش نائب في البلد، شخص يلتف حوله الناس ويقولوا عندنا شخص يتكلم باسمنا. وفجأة ظهر لنا شخص شفنا فيه الامل وشفنا فيه بكرة وشفنا فيه حلمنا، التفينا حواليه ودعمناه بكل قوة، وأظهر المعدن الأصيل لولاد البلد. ولأول مرة الخدمية في انتخابات مجلس نواب تنزل عن بكرة أبيها وتبين التفافها وتلاحمها في المواقف وقت الشدة، وتضرب أروع الأمثلة. مش بس الخدمية، وكمان كل القرى المجاورة، الخدمية ودقميرة والرملة ونصرة واسحاقة. كان مشهد مشرف جدا للغاية، ورغم كل الظروف ورغم كل المعوقات ورغم كل ما حصل، بإذن ربنا وبفضل الله وبتوفيق من ربنا قدرنا ان احنا نحقق حلمنا ويكون عندنا نائب في مجلس النواب. وربنا وفق الباشمهندس باسم حجازي اللي هيسعدنا ان احنا يكون لينا مداخلة معاه دلوقتي ونكلمه عن اهم المستجدات واهم الاولويات اللي وضعها في اجندته لمجلس النواب. ويسعدنا ان احنا يكون معانا دلوقتي النائب باسم حجازي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. باشمهندس باسم مساء الخير. احنا يسعدنا انك تكون معانا ولأول مرة رسميا بعد استلامك كارنيه مجلس النواب على برنامج نبض البلد وعبر منبرنا صفحة الخدمية اليوم. يسعدنا يا فندم انك تكون معانا. والاول هسيب لك مساحة حرة ترحب بالناس من خلال البرنامج وتقول لهم كلمتين تعبيرا عن السنة الجديدة وتمنياتك في السنة الجديدة. اتفضل. اولا انا سعيد بيكم لاستضافتكم ليا، وانتوا دايما في ظهر اي فكرة كويسة، وبجد انتوا كنتوا علامة فارقة في نجاحي، وسعيد ان انتوا النهارده بتستضيفوني. ومن خلالكم بشكر كل الناس اللي وقفت جنبنا وكل الناس اللي كانت واثقه فينا، وان شاء الله نكون قد الثقه دي، وان شاء الله يكون عام قادم افضل من اللي قبله، وان شاء الله يحقق اللي احنا بنحلم بيه واللي احنا بنطمح بيه، وسنه سعيده على مصر كلها ان شاء الله في السنه الجديده باذن الله باذن الله. يا رب امين. باشمهندس باسم او سيادة النائب، بنتهز فرصة وجودك النهاردة وعايز اسألك عن اهم الموضوعات او الملفات اللي موجودة في اولويات النائب باسم حجازي والمتعلقة بدايرة كفر الشيخ قلين بشكل عام وبالخدمية بشكل خاص. يعني السؤال ده يعتبر من شقين: شق المتعلق باولوياتك بالدايرة بشكل عام، وملفات الخدمية الشائكة بشكل خاص. اتفضل يا فندم. طبعا يعني احنا الدايره يعني فيها ملفات كتيره جدا، والملف ازمه كورونا هو الملف اللي غصب عننا محطوط قدامنا، وده اللي احنا بنحاول نتعامل معاه، وبنحاول في ظل اللي موجود ازاي نطلع افضل استفاده منه. بمعنى يعني انت عندك مستشفى موجوده فيها عدد اسره معين، ازاي بتحاول تزود الطاقه دي؟ عندك عدد اطباء معين، بتحاول ازاي تستغلهم ان هم يكونوا بيفيدوا اكبر قدر جدا من المرضى. عدد ادويه معين، يعني انت قدام موارد محدوده، بتحاول ازاي من خلال الموارد دي انك تقدم افضل استفاده ممكنه بتعود بالنفع على المرضى عندنا. طبعا الدوله نفسها لوحدها ما بتقدرش تنجح في ده لوحدها، فبنحاول ازاي نشارك المجتمع المدني في علاج ازمه كورونا، وهي الازمه هي اللي فرض نفسها علينا من قبل حتى ما نبدا جلسات مجلس نواب. يعني احنا شغالين على الملف ده يعني حتى من قبل ما نستلم الكارنيه، من قبل ما يعني خلاص من يوم اعلان النتيجه احنا شغالين على الملف ده، وان شاء الله بنحاول من
يعني بشغلنا، وان شاء الله نحاول نخفف العبء عن المرضى وعن اهلهم. بالنسبه لدايره كفر الشيخ وقليم، طبعا في تحديات كبيره جدا ان شاء الله، يعني في جميع الملفات. يعني في كل ملف هتلاقي، ما فيش ملف الصرف الصحي، كل قريه في الدايره، ملف الصحه، ملف التعليم، الملفات كلها بصراحه محتاجه مجهود جبار لحتى ان احنا نحط الملفات دي على الوضع الصحيح. فهنحاول ان شاء الله نفتح كل الملفات دي، وطبعا يعني احنا بنقول ان احنا كشباب ان شاء الله نقدر نساعد في حل الازمات دي، وان شاء الله نضع الدائره على الوضع الصحيح. الخاص بالخدميه طبعا بلدي والخدميه عندنا مشكله زي معظم القرى الدائره، مشكله صرف صحي من اهم اولوياتنا ان شاء الله. عندنا مشكله طريق الموت من اهم اولوياتنا ان شاء الله. المشاكل بقى العاديه زي مركز شباب، عايز مركز شباب يليق فعلا بطموحات الشباب عندنا. محتاجين مكان فعلا الناس فيه ترجع زي زمان فيه، ان مركز الشباب ده يكون المكان اللي احنا كلنا بنتلم فيه، وانت عارف وانا عارف كنا بنتلم زمان ازاي في مركز الشباب ده. فان شاء الله يعني معظم القرى كلها هي نفس الاهداف، وان شاء الله نحاول نحقق ده خلال الدوره البرلمانيه بتاعتنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. سياده النائب، بعد نهايه الجوله الانتخابيه وظهور النتيجه، بعض الناس او معظم الناس كالعاده، عطفا على السابق يعني او على ما تعودنا عليه، كل الناس قالوا ده يعني هيكون نائب زيه زي اي نائب وينسى ويحط الملفات في الدرج. ولكن فوجئنا من حضرتك، وحتى قبل استلام الكارنيه حضرتك بالتعاون مع سياده النائب المحترم ياسر منير اتحركتوا بالفعل حتى قبل استلام الكارنيه، وبداتوا تتحركوا وزيارات للمستشفيات وزيارات للوحدات المحليه بشكل مبهر ولفت النظر، وشكل ما تعودناش عليه قبل كده من اي نائب في الدايره. فهل وهو سؤالي، هل التنسيق مع سياده النائب ياسر منير تم نتيجه دراسه او نتيجه فكره معينه انتوا حاطينها، او ديدلاين او جدول زمني مستهدف تحركوا مع بعض من خلاله يثمر عن شيء معين؟ نحب نعرف من حضرتك. انتوا دايما من خلال المؤتمرات اللي كنت بعملها، المؤتمرات الانتخابيه بتاعتي، كنت دايما بتكلم معاكم على فكره العمل الجماعي، ودايما كنت بتكلم معاكم على ايه النتيجه اللي هتعود عليك في الاخر. في الاخر انت هتحاسبني على نتائجي، ونتائجي دي مش هقدر انجح فيها لوحدي. يعني باسم النائب بتاعكم اللي انتوا وثقتوا فيه لوحده كده مش هينجح، لازم يكون في عمل جماعي منظم. احنا على فكره بننسق مع كل اعضاء مجلس النواب، جاري التنسيق معهم كلهم، لكن انا دايرتي بالاخص الاستاذ ياسر قعدنا مع بعض وشفنا ازاي ان احنا نوحد جهودنا، عشان في الاخر الدايره او الناس يبداوا يشوفوا نتائج على الارض، يبداوا يحسوا بنتائج. بدايه الكلام ده ان احنا قررنا ان احنا يكون فيه مكتب مشترك ما بيننا. فتحنا بالفعل الحمد لله النهارده اتفتح بالفعل مكتب مشترك في كفر الشيخ، وده بيكون قدام السنترال كفر الشيخ. المكتب ده لتلقي افكار الناس وتلقي خدمات طلبات الناس، وازاي ان احنا نقدر نتعامل معاها. بنفس الكيفيه احنا قلنا ان احنا مش مرشحين عن دايره، ولا مش مرشحين قصدي عن منطقه او عن قريه، انت مرشح عن دايره بالكامل. فنفس الناس اللي وثقت فينا في قليم لازم اكون عندهم ويكون شايفين النائب بتاعهم بيعمل لهم ايه. فبنفس الكيفيه تعاوننا مع بعض، وكمان تعاون معانا هناك مش بس سياده النائب ياسر بيه منير، كمان تعاون معانا سياده النائب عز بيه جوده عن كمان الشورى، وتعاون معانا هناك بحيث ان كمان نقدر ازاي نفيد قليم ويحسوا بالنواب اللي هم اختاروهم ازاي بيقدموا لهم اللي هم بيحلموا بيه. فان شاء الله التنسيق ده تنسيق ان شاء الله مدروس كويس جدا، ويعني ان شاء الله نتائجه على الارض هتبقى واضحه. احنا مش بنلف وخلاص، احنا بنلف برضو بتنسيق وبترتيب وبهدف معين وباجنده محطوطه. اللف ده لازم يكون له ثمار معينه. بمعنى يعني احنا لفينا مثلا على مستشفى قليل المركزي في اولى جولاتنا. النهارده انت لفيت ومشيت؟ لا، النهارده بالفعل تم تنفيذ جزء من مطالب اداره المستشفى بتوفير بعض الاحتياجات اللي محتاجينها علشان يبداوا يستقبلوا عدد حالات اكتر من مرضى كورونا. ده بالفعل تم. انا بكلمك على واقع بيتم، مش بس بناخد جولات ونتصور وننزل على الصفحه. لا، ان انا بعرض على صفحتنا، بنعرض على صفحاتنا، ده جزء من الشفافيه المطلوبه. انت لازم تعرف النائب بتاعك اللي انت اخترته ايه اللي بيعمله، ايه الخطوات اللي بيعمل.
الخطوات اللي احنا بنشوف فيها ايجابيه بنعملها طبعا تانيه بتتم. احنا الحمد لله من يوم يعني احنا في خطوات كتيره بتتعمل، ولكن لما بيبقى في ايجابيه بنبدا نعلنها. لما بنشوف خطوه فيها ايجابيه بنبدا على طول نعرف الناس احنا بنعمل ايه. فان شاء الله اوعدكم ان شاء الله في مزيد من الايجابيه، مزيد من الخطوات. احنا لسه في مرحله ان احنا يعني بنتعرف على الادارات، بنتعرف على الساده المسؤولين، بنتناقش مع بعض، بنسمع منهم، لسه كل دي في مرحله اعداد. يعني خلينا نقول احنا في مرحله اعداد، لكن طبعا يعني كمان انت هتشوف ان شاء الله نتائج على الارض قريب جدا هتحسوا بيها ان شاء الله. طيب تمام. سيادة النائب، على ذكر التنسيق مع سيادة النائب ياسر منير والمقرات، وعلى حسب ما أعلن على صفحتكم الرسمية تم الإعلان عن مقرين، مقر في مركز كفر الشيخ ومقر قلين. ماذا عن مقر قرية الخدمية؟ لا الخدميه ده مش مقر، الخدميه ده بيتي، فطبعا ده بيتي مفتوح من يعني في اي وقت حضرتك اي حد عايز اي حاجه ده بيتي موجود. مش يعني ما بنعتبروش مقر، يعني انا بعتبره ده بيتي في اي حد عايز اي حاجه ده بيتي مفتوح في اي وقت. يعني بيتي اللي في البلد مفتوح في اي وقت، عند حد عنده اي طلب، حد عايز يسال اي حاجه البيت مفتوح، انا موجود فيه. حد من الناس اللي هتشيل مكان المسؤوليه هيبقوا موجودين فيه ان شاء الله. بيت مفتوح لاي حد عنده اي طلب. لكن اقصد مش هيكون في لا مقر رسمي، او على الاقل شخص يتم تسليمه بعض الملفات او توصيله. طبعا انت طبعا طبعا يا فندم، انت مش معقول هتروح وعايز تقدم طلب ما تلاقيش، يعني لازم هتلاقي حد هناك موجود مكاني. طبعا في هناك طبعا حد هيبقى مسؤول عن الكلام ده، وان شاء الله يبقى مفتوح يعني لاي حد عنده اي طلب يعني ان شاء الله سيتم تكليف بعض الاشخاص. الى الان لم يتم ذكر او تشخيص حد يعني. يعني بس هو مش حد واحد، يعني ناس هتشيل المسؤوليه، ناس عايزه تشيل المسؤوليه، وبالفعل ده ان شاء الله من بكره